مرحبتين ومرحبا، ازيكم عاملين ايه؟ انا صاحبة قناة قمر مون، وحبيت اعمل فيديو النهاردة عن تجربتي في ان انا كنت رايحة اعمل حساب البنك، وازاي انا عملت حساب البنك بتاعي وفي اي بنك انا عملته، وايه اللي كان مطلوب مني بالظبط عشان اعمله بعد التحديثات طبعا الجديدة. وكان بنك رحت عشان خاطر ان انا يعني اعمل حساب وكده. يعني مبدئيا انا رحت 3 بنوك. اول بنك انا قعدت، دخلت حوالي الساعة 11. دخلت كان البنك الاهلي. اخدت رقم وفضلت استنى من الساعة 11 للساعة 2، فكان وقت طويل قوي ان انا اسيب ولادي لوحدهم وكده. فالمهم ان انا روحت من غير ما اعمل حساب. جيت تاني يوم، اخدت طبعا بعضي ورحت تاني عشان ان انا اعمل حساب، فقلت اغير البنك فروحت بنك اسكندرية. لقيت ان الموضوع برضو صعب وان انا هتأخر وفي قدامي ناس كتير قوي، فقلت لنفسي بلاش البنك ده كمان. تمام. طبعا بعد محاولات كتير وبعد ما سألت رحت بنك مصر. بصراحة يعني كان قدامي 3 4 ورقمي ما كانش بعيد خالص. ما اتأخرتش في ان انا يعني استنى اللي كان يعني اي رقم قبلي كان بيدخل كان بيخلص شغله بسرعة ويطلع. فلما جه الدور عليا لقيت انه مطلوب مني طبعا البطاقة بتاعتي، مطلوب مني $200 ورقم تليفوني والايميل بتاعي اللي شغال على التليفون، او ايميل القناة زي ما يعجبك، الايميل اللي انت شغالة بيه. المهم انا طبعا كنت واخده كل الحاجات دي معايا. وطبعا هما الموظفين يعني دخلوني على الواي فاي بتاع البنك وفتحوا الايميل وظبطوا لي الدنيا. بصراحه ناس محترمين جدا وخدومين جدا، وكفايه ابتسامه الموظفه، كفايه ادبها وذوقها. واتبسطت قوي لما لقيتني ان انا مقيمه في الارياف وبعمل الحساب بتاعي عشان اربطه بالقناة بتاعتي، انه ازاي انت في الارياف وازاي عاملة قناة. فبالنسبة لها ده كان معجزة طبعا. فمبدئيا ان انا عملت لي الحساب بتاعي. تمام. و الاول اخدت البطاقة، وبعد كده اخدت الايميل، وبعد كده اخدت طبعا رقم تليفوني وكل بياناتي كانت في البطاقة. ونزلت تحت صورت ورق ودفعت $200. طبعا انا كنت متصرفة فيهم يعني، ودفعت $200 وكمان عملت لي حاجة تانية. يعني هو انا بصراحة يعني كنت قلقانة منها، بس هي قالت لي لا ما تقلقيش منها، ده هي كويسة خالص. عملت لي فيزا ميزة. دفعت كتير، دفعت 45 جنيه بس، وعملت الفيزا ميزة دي. المهم عملت لي كل حاجة تمام، وادتني الباسورد بتاعي والموظف برضو ساعتها ان هو يطلع لي كل البيانات الخاصة برقم حسابي. وطبعا ودعتني بابتسامة حلوة قوي، وان شاء الله يعني قالت لي ان شاء الله باذن الله هتبقي مبسوطة معانا وكده. وطبعا اهم بقى البيانات اللي المفروض ان انا اخدها وانا ماشية، الكود، اسم البنك بالانجليزي، البين كود، سويفت كود، يعني اسم رقم الحساب بتاعي، كل الحاجات دي عشان لما اجي اربطها بجوجل ادسنس يبقى الخصم في البنك 5% بس. قلت لها تمام كده اكيد؟ قالت لي اكيد. طبعا انا مش حابه اعمل، يعني مش حابه انسى اي حاجه، ومش حابه ان انا اعمل مونتاج للفيديو. انا عايزه الفيديو من اوله لاخره تسمعوه بكل اللي فيه، مش عايزه اعيده تاني. طبعا انا لما عملت الحساب هنا طبعا يعني الايبان والحساب وسويفت كود واسمي
كل ده بالانجليزي واسم البنك. تمام. هتخليها تطبعهولك في ورقة طبعا عشان ما تنسيش حاجة او كده يعني. فهي الست مشكورة طبعتهولي في ورقة. طبعا ادتني بطاقتي وعملت لي دي فيزا ميزة. قالت لي مزاياها كتيرة هتحبيها يعني. هي كانت ب45 جنيه بس. تمام. طبعا كان المفروض ان انا لو هسافر اي دولة يعني اجنبية برا اعمل اللي هي الفيزا بالدولار. طبعا انا مش هطلع برا مصر دلوقتي. ف قلت لها لا بلاش دلوقتي. فهي قالت لي عموما لما تحبي تعمليها تدفعي 20 دولار في السنة بس. فاحنا اجلنا الموضوع ده دلوقتي. قلت لها اجليه دلوقتي وكل اللي اخدته يعني انا كل اللي اخدته عشان اثبت احقية حسابي هي الورقة دي ده كل رأس مالي. دي كل حاجة. هي ديت يعتبر هي الفيزا بتاعتي او ده الحساب بتاعي. الحمد لله. ما سألتنيش جايبه الفلوس منين. ما سألتنيش انتي مثلا هتقبضي كام او كده، لا اطلاقا. هي كل اللي قالته انت ليه حابه تعملي حساب بالدولار. فانا قلت لها زي ما قلت لكم في الاول ان انا هعمل الحساب عشان اربطه بقناه يوتيوب. فهي شجعتني بصراحه واتبسطت جدا للموضوع وقالت لي اتمنى لك التوفيق لان قليل لما تلاقي حد كده في الارياف يعني. فاتمنى ان بالفيديو ده اكون قدمت لكم كل المعلومات الكاملة اللي تستفادوا منها في موضوع حساب البنك. افضل بنك بصراحة يعني ممتاز بنك مصر. حتى بعد كده لما روحت اصرف 100 دولار من الفلوس دي ما لقيتش اي مشكلة وما تأخرتش يعني اخدتهم كمان بالمصري زي ما انا عايزة. والحمد لله تمت العملية بنجاح. وان شاء الله اكون افدتكم بالفيديو ده. ويا ريت لايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.